السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. الفيديو ده كده ان شاء الله يعجبكم، كده فيه شوية تحضيرات كده حلوين، وهنعمل كده حاجة حلوة كده هتعجبكم ان شاء الله بإذن الله. هنا بقول لكم انا بعمل الخلطة بتاعة الفوق اوتوماتيك. تمام، دي غسالة الفوق اوتوماتيك يا جماعة، اللي عنده غسالة فوق اوتوماتيك يعملها. حلوة جدا، بتقعد معايا فترة طويلة جدا، بتريحني. تمام، هنعمل ايه؟ انا جبت اريال كيلو ونص. تمام، وجبت عليه 3 مسحوق جديد اسمه الباهي، بس حلو جدا جدا، هيعجبكم جدا. بحط عليه 3 بواكي كلوريكس الوان بودر، كلوريكس بودر، سوري كلوريكس بودر. يا اما ساعات بجيب باكو لما كان ب20 جنيه، دلوقتي انا معرفش هو بقى بكام. انا جبت 3 ب10 جنيه. تمام. وجبت عليهم كيس فانيش ب5 جنيه، او في ب10 جنيه اللي يعجبكم. بقلب الحاجات دي كلها كده مع بعضها، ومعايا هنا معلقتين كبار من اللي هي المعلقه دي بتاعه الغرف. ادي انا حطيت واحده كانت في الكيسه، وادي واحده دي كربونات الصوديوم. طب ليه يا غاده؟ لو في بقى اي ريحه في الغسيل، لو مثلا في اي بقعه في اي حاجه بستهلكها. تلاقي الكميه دي كلها بسيبها كده ايه في الحمام بستعملها. هنا تعالوا نحط كده. كانت الغساله بتشطف. المعطر ده انا بجيبه من عند الصبانه، حلو جدا، لان انتوا عارفين الحاجات التانية دي غليت جدا. الازازه دي عامله 12 جنيه لتر ونص والله، وريحتها زي تحفه بالظبط. تمام، ده اسمه ماتريكس برضو بديل للاوكسي، وبديل للفيري والبريل، لان الحاجات دي غالية جدا. فجبته فعجبني، يعني لقيته حلو، عامل 40 جنيه. كنت جايباه من اسواق الشريف. تمام. حلو مش وحش، يعني جربته لقيته حلو، بس انا مش بحب الفيبا. يعني لقيته يعني شغال. تمام. هنا بقى كده شطفت الرخامة مطرح ما عملت الخلطة بتاعتي، ظبطتها يعني ودخلتها بقى الحمام. هنا بقى في شوية كده ايه مواعين مش كتير، يعني بتاع كان طبقين كده ولا طبق ومعلقة كده وكوباية، قلت اغسلهم عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض. لو انتي بقى اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك منه كل جديد. لو انتي متابعاني بالله عليك اللايك والشير والسبسكرايب كده ايه عشان يوصلك مني كل جديد. تمام، هنغسل بقى هنا الحوض. الليفه دي حلوه جدا جدا، مش عايزه اقول لكم الليفه دي نينجا قد ايه. كنت جايبه ال3 من القطر ب5 جنيه، بس صراحه يعني بتغنيني عن السلك. هوريها لكم دلوقتي هتعجبكم قوي، يعني لو لقيتوها هاتوها. هي عامله زي السلك كده، بس هي ليفه، بس هي بتحل محل السلك. بس انا السلك بقى ايه مش دايما بحب استخدمه، عشان بينزل، شايفين حلو قوي، بينزل بقى صدى وكده. لكن دي بصراحه جميله جدا. كان في منها الكبير، كانوا عاملين الاتنين 12 جنيه. بس انا بصراحه مش عارفه بقوا بكام دلوقتي، لكن انا جايبه دول من القطر، اللي هو بتاع قطر ابو قير، ال3 ب5 جنيه، بس حلوين جدا. تمام. هنا بقى كان دي بقيه الطماطم يوم السوق، استهلكنا اللي استهلكناه، والباقي كده فضل فاطري، فقلنا هنعمل فيه ايه. قلنا هنعمل نحطه كده، نغسله غسله كويسه، ونحطه على النار كده يغلي غلوتين، وهنضربه بالهاند بلندر، وهنحطه ايه في التلاجة عشان ان شاء الله هنستخدمه في الفيديو اللي جاي. تمام، يعني عشان توصل للنتيجه اللي انت عايزاها في اي اكله، لازم تكوني محضره نفسك قبليها بيوم، بجد هترتاحي جدا. السوق مره كل اسبوع، الاكل اللي هو ممكن يصعب عليكي حضريه قبليها بيوم. هنا بقى بنينا البانيو، وقلنا بقى يلا ايه نغسل بقى الليفت والبنجر. هوريكم المصفى دي جايباها ب30 جنيه، بس بصراحه حلوه جدا. بوريها لكم، بقول لكم بس صراحه جميله جدا ونفعتني جدا. هنا بقى هنسيب ايه الحاجات دي منقوعه شويه لحد ما الطينه اللي فيها تبوش كده عشان نعرف نغسلها. وجبنا هنا حله هنقطع فيها اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنقطع فيها الطماطم عشان نحطها على النار. تمام. بصوا اهي هحطها على النار بقى. انا ولعت عليها وسبتها ايه واطي كده عليها، وغطيتها تاخد وتدي معاها نفس لحد ما ايه تستوي. هنا بقى هنبتدي ايه نغسل الليفت. حلو جدا جدا جدا، بصوا مش عايزه اقول لكم كان طري قد ايه، وكان حلو جدا. نغسله بقى، بقول لكم بصوا انا بغسله كده وبنضفه تحت الحنفيه. بصوا تمام زي الفل، غسلته وخلصته وشطفته كذا مره، بس مش عايزه اطول عليكم. هنا بقى البنجر برضو نفس القصه، بس خلي بالك من البنجر عشان بينزل لون. خلي بالك من هدومك، وخلي بالك من ايه من اي حاجه انت خايفه عليها. خلصت البنجر، وابتدي بقى الم كل الزباله اللي في الحوض دي، ونروح نرميها في باسكت الزباله، ونشوف هنعمل ايه تاني بعد كده. تمام. نشطف بقى الحوض وكده اي حاجه. بصي اول باول كده لما بتغسليها بتحسي ان الدنيا حوالين منك بصوا فاضيه، ما فيهاش اي حاجه.
اكتر حاجه بحب اعملها في حياتي ان انا اشطف حوض المطبخ طول ما انا واقفه. حطيت هنا بقى برضو البطاطا اللي انا جبتها، دول 2 كيلو بطاطا، هنقعهم بردك كده واسيبهم برضه يتبوشوا شويه على بال ما اخلص اللي ورايا وارجع لهم تاني. هنا هنحط البنجر عشان نحطه على النار يتسلق، عشان اخد ميته اخلل بيه اللفت. تمام زي الفل. هعمله بقى هنا الحوض كده عشان اسيب البطاطا تتعمل مع نفسها. خلاص كنت خلصت كده شويه حاجات بس ما صورتهاش يعني في البيت. وهنا بقى قلت ايه اغسل بقى البطاطا كده ونقشرها مع بعض، نعمل احلى صينيه بطاطا في الفرن هتعجبكم قوي قوي، طعمها في منتهى الجمال. انا محدش يقول ان انتي بتغسلي الحاجه بسرعه، لا والله انا مسرعه الفيديو حياة ربنا. انا سبتها منقوعه فتره وغسلتها وخليتها زي الفل. تمام نغسل برضو الحوض ونغسل بقى البطاطا كده نشطفها شطفه، ويلا بينا نقشرها. هنقشرها كده، عايزه اقول لكم ان المقشره دي بردك من ضمن الحاجات النينجا اللي بصوا يعني بتسعفني جامد. هنقشرها بقى كده كلها. هنا كنت بقول لكوكي عماله تهزلي في الكاميرا، كنت اقول لها عماله ازعق لها تهزيش الكاميرا. هنا قشرناها خلاص كده تمام زي الفل. هنجيب بقى الكبه بتاعتنا وهنحط فيها اللي هو السلاح بتاع التقطيع الشيبس. تمام اخدها كده كلها فوق بعضها كده ورا بعضها، بصوا بتتقطع ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما بتاخدش ثواني. طب ما عنديش دي يا غاده، قطعيها على ايديكي مفيش مشكله، زي اللي بتكوني كده بتقطعي شيبس كده بتقطعيها. خلاص خلصتها وقطعتها. هجيب بقى البايركس اللي هنعمل فيه البطاطا. هنا الاول هجيب الكسرولة دي هنزل فيها لتر من اللبن، دول 2 كيلو بطاطا. تمام لتر من اللبن، معلقتين جوز هند، 8 معالق سكر. تمام لكل كوبايه معلقتين سكر. نقلب بقى لحد ما يدوب السكر تمام زي الفل. هنا البايركس كده هنزل فيه البطاطا بطريقه زي ما انت عايزه خالص، عشوائيه خالص. هي لما هتغلي هتاخد وضع هتتسوى لوحدها ما تقلقيش. دول 2 كيلو من البطاطا، لتر من اللبن، 8 معالق من السكر، معلقتين جوز هند. تمام هنزل بصوا هي متقطعه زي الشيبسي كده، طعمها حلو جدا، بتبقى رقيقه وحلوه. هنحط بقى كل الخليط اللي احنا عملناه ده على البطاطا. تمام زي الفل. هننزل عليها كده بمعلقه سمنه، هنوزعها كده عشان تتسيح وتخلي الوش زي الحلاوه. هنا دي معانا كريمه، لو مش موجوده الكريمه تبقى قشطه من فوق وش اللبن عادي خالص. مش موجود ده ولا ده استغني عنها مفيش مشكله، بس السمنه لا لازم السمنه، بس الكريمه او القشطه بيدوها طعم حلو قوي. رحت بقى غطيتها كده بالورق القصدير ودخلتها كده الفرن على درجه حراره 200. ولما بس خلي بالك عشان اللبن ممكن يغلي منك يبوظ لك الفرن. خلي بالك لما غلي كده غلوتين رحت معليه عرضت على اللهم صل على النبي الورق القصدير وسبتها كده وشها يحمر بقت زي الفل. هنا بقى انا هخرطه بالطريقه دي بالدواير دي، انا عايزاه كده مش عايزه اقطعه زي الصوابع. ليه بقى؟ لان شايفين الكفر الموف ده بيحافظ على المخلل لاخر. بصوا حبايه اللي هو الشكل الموف ده اللي هو الكفر بتاع اللفتايه، بصوا بيخليه لحد اخر وقت مقرمش وجميل. وطبعا براحتكم. هنخلي الباقي هنا المخلل. طيب انا عامله كميه. تمام انا هقول لكم على لتر الميه. لتر الميه يا جماعه بياخد، بس لتر الميه تحسبوا منه الميه بتاعه البنجر، او لو انتوا هتحطوا البنجر صحيح يبقى مفيش مشكله. شيل الميه دي، انا استعملتها بصراحه ادت لون وهتدي طعم جميل. لتر الميه للمخلل بياخد 4 معالق ملح خشن، معلقه سكر. تمام معلقه رشه رشه بسيطه خالص من اللهم صل على النبي من قولوا معايا يا جماعه انا هركز والله انا هركز ان شاء الله هركز. هتركزي يا غدا هركز. ملح الليمون. تمام يعني رشه ملح ليمون زي ربع معلقه. 4 معالق كبار ملح خشن، معلقه كبيره سكر، ده لكل لتر من الميه. تمام بصوا شايفين الجمال. انا هنا حطيت في الصغير ده معلقتين هريسه شطه كنت عاملاها عشان خاطر انا وبوسي بنحب الحاجه سبايسي. تمام فاض ميه مش هرميها حرام، هحطها في التلاجة وهجيب ان شاء الله جزر هخلله.
تمام زي الفل. هو عشان لسه متخلل عايم على وش الميه، لما هيتقل من الميه هيركز تحت والميه هتغطيه. زي الفل. شايفين بقى انا بتكلم في لون الميه ازاي؟ لكن اللي انت عايزه تحطي بنجر صحيح مفيش مشكله خالص. لو انت مش هتسلقي البنجر قطعيه بنجرايه لكل برطمان وحطيه في قلبيها، مفيش مشكله خالص. هنا هنعمل ايه تاني؟ هنا بقى هنقور البتنجان والكوسه. بصوا شايفين دول البتوع دول برضو من الحاجات التحفه اللي جبتها، ما كانوش غاليين وكانوا من اسواق الشريف بصراحه. كانوا بكام مش فاكره بس كانوا حلوين قوي. طب ايه لازمتهم يا غاده؟ بصوا وهتقوري برضو بالمقوار. لا شايفين دي الوسط تمام. بصوا بقور كده، بصوا بتطلع ازاي. بعد كده بقى ببتدي اقور بالمقوار بس يا دوبك الحجم اللي انا عايزاه من التقويره. عايزه اقول لكم بقى يعني ما شاء الله لا بتخرم لي كوسايه بصوا شايفين، ولا بتنجانيه وبيطلع. بصوا عايزه اقول لكم ان بيطلع الحرف مظبوط كله مقاس واحد. هما كانوا 3 في كيسه واحده، بس بصراحه ما كنتش فاكره بكام عشان ما اكذبش عليكم، بس ما كانوش غاليين والله. بس بصراحه بيجيبوا معايا من الاخر. شايفين انا بتكلم في ايه؟ وهنقور كمان معاكم البتنجان. وانا بقى ايه هاخد كده مع نفسي كده واروح اقعد كده ايه مع نفسي قدام التلفزيون اقورهم. ما خدوش مني ثواني والله، حلوين جدا جدا. لو لقيتوهم هاتوهم. بصوا شايفين هقور كمان معاكم بتنجانه. بصوا بعد كده انت بقى بتقوري بالمقوار بتاعك العادي بالزيادات بس بيبقى خلاص خد الحجم اللي انت عايزاه. بصوا ولا بتخرمي ولا بتتقطع منك ولا اي حاجه. هروح اقورهم واجيلكوا. شايفين بصوا شايفين كله حجم واحد ازاي، حلوين جدا. ودي بتاعت الفلفل اللي انا قلتلكوا عليها المره اللي فاتت. ايه يا غاده انت والله العظيم الحاجات دي مش غاليه. عايزه اقول لكم بتاعت الفلفل دي كانت مش عارفه عامله 10 جنيه والله، او 11 جنيه بالكتير. ودول برضو ما كانوش غاليين بس امانه الله انا مش فاكره ثمنهم. بس بصراحه حاجات يعني من الاخر. وعايزه اقول لكم برضك ممكن تكون عروسه بتتفرج عليا ولسه جديده مثلا ما دخلتش المطبخ قبل كده، فده الحاجات دي بتسهل عليها. هنا خلاص خلصتهم من غير ما اغسلهم ولا اي حاجه. احطهم كده في كيسه في التلاجة لحد ما اجي احشي. تمام احنا هنعملهم النهارده؟ لا مش هنعمل النهارده. وادي خلاص كده الطماطم اتعملت. هضربها بالهاند بلندر واغطيها وبرضو احطها في التلاجة عشان لما اجي اعمل المحشي تبقى الدنيا سهلة وبسيطة معايا. التجهيزات دي بتسهل عليكي جامد جدا. بصوا زي الفل. اغطيها تمام. وادي البنجر. بصوا بقى البنجر ده لو دافي بقشره كده بايديا بتقشر بسرعه، بس هو كان بارد بصراحه، كان بارد خالص يعني شبه ساقع كده، فالقشره هتعذبني. انا كده على الحرف كده بالسكينه تمام. وهشيل بقى القشره واقطعه واحطه بقى في العلبه دي برضو يبقى جاهز على الاكل على طول. عامله سمك انتي تحطي حبه في طبق كده جنب الفطار. يعني حد عنده انيميا، حد بيعاني من المخزون قليل، انيميا، الحاجات دي البنجر معروف عامه. البنجر حلو يعني الف هنا وشفا على اللي هيعمل وعلى اللي هياكل. هنخرطه كده تمام زي الفل. وهنحطه برضو في التلاجة تمام. لو وصلت لحد هنا ما تنسينيش في اللايك، وان شاء الله استنوا الفيديو اللي جاي هنعمل احلى شوية محشي. بصوا بقى حاجة كده وهم التحضيرات بتاعت النهاردة لليوم اللي يعني لليوم اللي بعد منه. تمام. نروح بقى اغسل ايدي بس واجيلكوا. تمام زي الفل. هنحط عصرتين ليمون، نحط شوية خل، ملح، بابريكا، شوية كمون، شويه كزبره. انا مش هحط فيه شويه زيت، مش هحط توم. ليه؟ لان ممكن اكله في اي وقت فالتوم هيتعبني. لكن انت لو انت عامله اكل السمك حطي فيه توم في ساعتها، بس يتاكل في ساعتها ما تركنوش في التلاجة. لكن انا هركنه في التلاجة تمام زي الفل. هنا برضو كنا جايبين كده شويه فلفل الوان، هنقطعهم برضو وننضفهم مع بعض ونقطعهم كده شرايح كده بالطول ونحطهم في كيس في الفريزر. برضو بينفعني شاورما، فاهيتا، سجق، اي حاجه انا عايزاها بقى براحتي. تمام. انت قطعيهم بقى ايه زي ما انت عايزه. قطعي بالسكينه كده زي ما بتقطعي او بالمقص كده بتاع مطبخ. شايفين يسهل عليكي اللي انت عايزاه يا حبيبتي. انا يعني براحتك، انا قلتلك على الطرق اللي تعجبك. انا بحب دايما استخدم المقص ده. بصوا في حاجات كتير في المطبخ بيسهل عليا، وكل واحد وطريقته.
هنخرطهم بقى كده. ودي اخر حاجه معانا ان شاء الله جهزناها النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونوش بقى في اللايك. ما نقطع بقى ايه البطاطا كده مع بعض. يعني اكيد طبعا بعد المجهود ده كله اي حاجه بقى كده ايه نحلي بيها يعني تسند قلبنا بقى، فقلنا نقطع البطاطا مع بعض. يا ريت تجربوها هتعجبكم جدا. بصوا عملوا لي قد ايه كام كيس، وبيسهلوا عليكي جدا. لو انت عايزه بقى حاجه يعني تقطيعات صغيره، يا تقطعي انت من الاول يا اما تطلعيه هو متجمد كده حطيه في الكبه اضربيه وزي الفل. وادي البطاطا كانت تحفه بجد. بصوا طعمها خطير. كل عيل من العيال بقى ياخد كده حته في طبق، والف هنا وشفا. يا حمد. ويا رب يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله باذن الله. ما تنسوش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. بصي بوريكي البطاطا وجمالها وطعمها مش عايزه اقول لكم. بصوا زي الفل. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.